أعلن جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري عن قائمة محاربي الصحراء لخوض مباراتي الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ويواجه منتخب الجزائر نظيره الصومالي يوم 16 نوفمبر تشرين ثاني الجاري بملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة، وموزمبيق يوم 19 من نفس الشهر على ملعب مابوتو الوطني. وشهدت القائمة عودة لاعب خط الوسط نبيل بن طالب إلى كتيبة المحاربين، ونجم ليل الفرنسي آدم والناس الذي وقع على بداية مثالية مع فريقه. وقرر بالماضي استبعاد لاعب ويست هام سعيد بن رحمة لأسباب خاصة، وآدم زرقان الذي يعاني من نقص المنافسة بعد غيابه لفترة عن مباريات شارل لورو البلجيكي بسبب الإصابة، إلى جانب نجم نيس الشاب بدر الدين بوعناني لأسباب فنية. وجاءت قائمة المحاربين كالتالي: حراسة المرمى أنتوني ماندريا، مصطفى زغبة، أسامة بن بوط. الدفاع: يوسف عطال، كيفن كيتون، رامي بن سبعيني، ريان آيت نوري، ياسر العروسي، عيسى ماندي، محمد أمين توجاي، أحمد توبة. الوسط: نبيل بن طالب، حسام عوار، هشام بوداوي، فارس شايبي، سفيان فيجولي، وراميز زروقي. الهجوم: بغداد بونجاح، رياض محرز، إسلام سليماني، آدم وناس، محمد الأمين عمورة، أمين جويري.